هاي اجا المعلم. جيت بدون موعد. بتمنى ما اكون عطلتكم عن شغلكم. لو اعطيني خبر ما خليتك تنتظر. عمران الله يخليه قام بالواجب واكثر. استغفر الله، بتشرفنا بكل وقت. معلم شو رأيكم فنجان قهوة؟ ايه ما في مانع. شو شلونك زلفو؟ سمعت انه صاروا بينادوا لك عبد الحي. مظبوط سيد ارسوي، مانك متغير كتير. ختيرنا شوي، بس انت متغير كتير ومنيح هيك، صاير مثل النمر. كلك ذوق. تفضل ارتاح. شو هو أنسة بيري؟ ما عم نشوفك. بهالشغل صديقي عمران. السيد ميماتي جوا؟ لا ما هون. الحقيقة إذا شرحت للسيد مراد بيكون أحسن. بس هلأ في عنده ضيف المعلم. بنتي شو جاي تعملي هون؟ إذا بتنادي لي بيري بيكون أحسن. ليش اجيتي؟ في شغلات بتتعلق بالشغل لازم استشيركم فيها. استشيري ابوك ست بيريهان، هو كمان شريكنا. هذا المحل بالنسبة إلك يمكن بارد شوي. ولا يهمك، ما رح اخذ من وقتك غير دقيقتين. بيريهان يلا حبيبتي، يلا روحي لعند بابا ممدوح وهنيك اهتمي بالشغل، ولا بقى تجي لهون كل ما بدك تحكي شغلة. إذا بدك تقولي لي شيء إلي أنا بمر عليك يوم التنين. عمران وصل الأخت بيري على الباب. تفضلي. مساء الخير. يمكن بتعرفوا لميماتي. بسمع فيه. الحقيقة الشباب حكولي عنكم كأنكم أسطورة. لا يحرمنا من هالشباب، مين ما كانوا هالشباب. كيف بقدر ساعدك سيد إرسوي؟ خير في شيء؟ 4 من الزملاء عنا آخر شيء أخذوك بالسيارة تبعهم، وبعدين ما عادوا بينوا. جاي اسأل إذا عندك أي معلومات عنهم. مين هدول؟ بدهم يكونوا المرافقة تبع ضيفنا. ومين الضيف تبعكم؟ أنسة بيري، عم تحاولي تسحبي مني حكي بجمالك الأخاذ بعرف، بس الفضول ما انه منيح أبدا بالعالم اللي تحت الأرض. مع ذلك أنا رح خبرك بشي. ضيفنا زلمة أكابري ومحترم كتير، يعني رجل دولة حقيقي. قتلت لك يا هون. السبب؟ لأنه نقللوا احترام. حلال عليك، يسلموا ايديك. انا ما بقبل باللي بقلل احترام. لو كنت عرفت بهذا الشيء، لو ما انت يلي قتلتن انا كنت قتلتن. بعد ما تعرفنا على حضرتك وحكينا معك، ما عم بقدر افهم ليش هالجماعة كانوا قليلين احترام معنا. الرجال الجاهل مثل ما بيتصرف معك بيتصرف معي سيد ميماتي. ما علينا، انا جاي لهون احكي بالشغل، مو لا احكي بهذا الموضوع. تفضل عم نسمع. تعرفوا كانوا الشباب عم يشتغلوا بالدخان المهرب تحت ايدي. السبب؟ انت كمان كنت عم تدير تشكيل، بس احيانا تضطر لمصدر دخل مشان التشكيل، ونحن كونا ميزانية مستورة لإلنا. بس الزلمة تبعكم شرف زازا أوغلو دخل على القطاع تبعنا وضربنا، وخسرنا كتير بسببه. في عندي رجاء تعوضوا لنا هي الخسارة تبعنا. وقديش هي الخسارة؟
مع عقوبتها 25 مليون دولار. المصاري مو مشكلة. إذا زازا غلط بالشغل تبعه فبيكون علي تصحيح هذا الغلط قبل الكل. ايه والله. بعد ما يجيب زازا المصاري تبعنا قولوا له، وهذا الحكي له ولغيره طبعا، شغل الدخان وشغل المازوت وشغل المخدرات وكل شي هيك ما رح شوف حدا منهم عم يشتغل فيه. حسب ما عرفت انكم عم تشتغلوا بالخشب. انا ما عندي مانع انكم تشتغلوا بشغل يجيب ارباح كبيرة. قلت لي انك جاي بموضوع تجاري وفرضت علينا عقوبة. عم تفرض خوة. انا يلي بعرفه ان التجارة ما بتصير هيك. يا اما بتفرض عقوبة او بتفرض قواعد. لريحك انا ما عم اطلب شي مشاني. هاي المصاري له حق فيها اليتيم اللي لسه ما كبر. دقيقة عم تبيعوا سجاير تهريب وعم تسرقوا من الدولة، ولا بلا ما نسميها سرقة عم تعملوا يلي بدكن اياه وبتصرفوا على اولاد الناس اللي بتعدموهم؟ انا اجيت بنية طيبة وحابب انه صلح الامور، وعطيتك رقم رمزي وصغير لحتى ما المسك ولا المس زازا. شكلك بتنسى يلي بتقوله. فرضت علينا نحن كمان انه ما نشتغل شغل تاني. عم اعطي الكل فرصة ليضلوا عايشين. الكل بيعرفوا قديشني كريم. فعلا انت زلمة كريم. تعطيني روحك هلا اذا بطلبها منك، ما هيك؟ نحن ما تفاهمنا انا وياك. احسن شي نحكي من الاول. انا رجالي مفقودين، انت يلي قتلتون. انا يلي قتلتهم. منيح، معناتها انا رح اقتل رجالك واخذ بالتار. مقابل 4 من رجالي بدي 2 من عندك، عبد الحي وميماتي. اعطيني اياهم ومنروح متصالحين. يلا خلينا نروح. كأني ما كنت عم احكي معك. وقت اللي انا بسأل سؤال بطلب جوابه من اللي سألته ياه. انت من شوي قلت الزلمة الجاهل جاهل بكل محل. يا سيدي كلامك مزبوط. انا ما بحكي مع الجاهل مشان ما يضيع كلامي. انت هلأ دايس بساطي وشربت قهوتي فرح سامحك. واذا بشوفك بعدين قدامي لاني قتلت رجالك الوسخين عيونك تنتين بقلعن. رح تضل تشوفني كل يوم بمنامك ولشوف اذا حتقلع لي شي. استغفر الله. انت بتشرفنا دائما، وإلك اخ هون بكل وقت. بابي مفتوح إلك دائما يا ابن النمر الأصيل. بأي مدرسة بيعلموا هدول التافهين انه يحكوا مع الناس هيك؟ معلم خليني اوصه وهو نازل على الدرج. الزلمة معه سيارتين مليانين رجال، وين بدك توصوه؟ يا الله قديش هالزلمة واحد مهذب وأكابر. إن شاء الله بنشتغل معه دائما وتكون فاتحة خير علينا. طب من اوص له رجاله كمان الشغلة رح تكبر. شو عم تقول أنت؟ السيد الأكابر تبعك اجا طلب راسي وراس عبد الحي. مو معقول. ابني هذا الزلمة معلمه لهداك السافل يلي أهانه للمعلم مراد. شو بدك أكتر من هيك؟ واحد ندل. أنا أجدب لأني احترمته. معلم تسمح لي روح صلح غلطتي فيه؟ نحن يلي لازم نوصل هالزلمة.